يا خبر ابيض، يا خبر ابيض بجد على الكيكه دي. تحفه تحفه تحفه. عايزه اقول لكم كل اللي خد منها قطعه ما اكتفاش بقطعه واحده بس. مش قادرة اقولك قد ايه تحفة. محدش مصدق ان ده الكيك العادي بتاع الشاي وكمان معمول في الخلاط. كله مفكرها انها بتقيس سبونش ولا كيك بتاعت التورت. بطريقة سهلة واحترافية هتكوني استاذة في عمايل الكيكة. هشة وخفيفة. وعايزة اقولك ممكن تحشيها كمان رقات اسفنجية جدا جدا جدا. بطريقة سهلة وبسيطة. شايفة ارتفاعها لحد فين؟ سموا الله وصلوا على الرسول. اوعي تنسي تشجعيني باللايك. انا شيرين. قوليلي بتتابعيني منين ويلا بينا نشوف مقاديرها على طول. عايزه اقولك طريقه الكيكه العاديه اللي في الخلاط بس احترافيه مليون المية. مقادير مظبوطه جدا. لو متعرفيش تعملي كيكه هتبقي استاذه فيها. يلا بينا على طول. اول حاجه كوبايتين من الدقيق عليهم 3 معالق من الكاكاو الخام. هحتاج 3 بيضات، كيسين من الفانيليا عشان البيض. كمان هحتاج معلقه كبيره بيكنج باودر، نص كوبايه زيت ونص كوبايه سمنه، كوب سكر، كوبايه حليب، معلقه كبيره من الخل عشان زفاره البيض وكمان بيضيف للكيك هشاشه فظيعه. رشة ملح كده على الدقيق والمعلقة الكبيرة من البيكنج باودر والتلاتة الكاكاو، كل مقادير الجافة كنت نخلاها. هبتدي اقلب كويس جدا 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 واركن اول مقدار كده على جنب وده المقدار الجاف. كل الباقي ده هحطه في الخلاط واضرب اضرب اضرب يتحول معايا للخليط اللي انت شايفاه ده. هجيب بقى ده على ده واقلب ده على ده وتبقى الكيكه جاهزه. مش بقولك بطريقه بسيطه جدا 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 بس مقاديرها مظبوطه هتطلع معاكي الكيك اسفنجي هش. مش محتاجه تجيبي كيك سبونج مبلغه بقى عالي جدا. مش محتاجه تحطي محسنات كيك برضو بقت غاليه جدا. تكتري بيض يعني لو انت عايز تعملي تورته. الكيكه العاديه هتبقى معاكي اسفنجيه ارتفاعها عالي جدا تقدري تقطعيها 3 4 رقات وتعملي احلى تورته. وتقدري تقدميها بالطريقة البسيطة جنب كوباية الشاي. انا عايزة اقولك طول ما التلاجة فيها علبة الكيكة انا ما بشيلش هم الفطور. تخلص نعمل غيرها. قلبت كل المقدار الجاف في المقدار السائل لحد ما تكون معايا خليط الكيكة المظبوط. ينزل خط واحد ما يقطعش. تمام. هجيب هنا صينية. انا جبت الصينية دي او اي صينية مقاس 26. هقلب كويس جدا. طبعا الصينية دي مبطنة بالزيت او السمنة وعليها رشة دقيق. الفرن بتاعي شغال على درجة حرارة 180 من تحت بس. هجيب خليط الكيكة بتاعنا وهبتدي انزل بيه في الصينية زي ما انتي شايفة. طبعا الشبكة بتاعتي في النص. تمام. هحط بقى كل خليط الكيكة وادخله الفرن. ما بفتحش الفرن عليها ابدا 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 قبل 35 دقيقة. بتعدي ال35 دقيقة وبتأكد انها استوت بالخلة بطلعها. هخبط خبطتين عشان اي هوا يخرج منها وتبقى متساوية كده السطح بتاعها وادخلها الفرن. بعد ما تستوي هرجع اوريها لكم على طول. هنا الكيكه بتاعتنا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفه ارتفاعها لحد فين؟ لا قربي معايا بقى كده وخشي في الصينيه وشوفي ما شاء الله. يعني فاضل لها تكه وكانت خرجت بره الصينيه. الصينيه دي من الصواني العميقه اللي عندي. فما شاء الله مرتفعة جدا. هبتدي ان انا بص وهي سخنة كده حاجة بسيطة كده بخلة بسكينة ان انا الخلخها كده من الصينية عشان لما اجي اقلبها اتأكد انها مقلوبة مظبوطة زي ما انت شايفة ما تتقطعش. انا قلبتها وهي سخنة. بصي اسفنجية وهشة جدا جدا جدا. اليومين دول كلنا في ايام مدارس عندنا نوتيلا في البيت. ولو ما فيش نوتيلا ممكن اي صوصات او تقدميها سادة او تعملي اللي هو الصوص او الجناش الشوكولاته اللي عملته معاكم قبل كده عشان نبتدي نزين الكيكه بتاعتنا. او تكتفي بيها كده. شايفه الارتفاع بتاعها قد ايه؟ ممكن تتقطع اكتر من طبقه وتتحشي في النص كريمه وتبقى معاكي احلى تورت. يعني لو معكيش فلوس وعندك عيد ميلاد تقدري تعملي الكيكه دي. بصي بقى. هجيب هنا النوتيلا واحطه في اي كورنيه او كيس بلاستيك عندي. انا عندي هنا كورنيهات بلاستيك هبتدي ان انا استخدمها في ان انا ازين الكيك الهش بتاعي ده. تمام كده بوريكي قد ايه هي سميكة او ان هي هشة ومرتفعة. اسفة. هجيب بقى الكورنيه بتاعي زي ما انت شايفة وقصيت قصة رفيعة خالص او ضيقة خالص عشان يديني الشكل اللي هو اللي انت شايفاه ده. ابتدي روحي وتعالي وتعالي وروحي. طبعا التزيين ده اختياري زي ما انت عايزة. هزين الكيك بتاعي بالشكل ده واي شوكولاتة بقى عندي فارماسيل اي حاجة وابتدي احطها على السطح بس كده. تزويق بسيط قوي يفتح النفس وفي نفس الوقت يدي طعم حلو للكيك بتاعنا ويضيف له يعني يعزز الطعم بتاعه. هستنى عليها تبرد حاجة بسيطة جدا وابتدي ان انا اقطعها.
الكيك يا جماعة من الحاجات اللي كل ما تبات تحلو. يعني لو انت ناوية تعمليها تورتة، بيتيها في التلاجة افضل، اللي فيها في الستريتش وبيتيها في التلاجة، وتاني يوم ابتدي ان انت قطعيها. غير لما تقطع وهي سخنة بتديكي نتيجة افضل بكتير. فالكيكات من الحاجات اللي ما بتسقع بتتقطع افضل، او لما تبات تتقطع احسن. فبما ان انا مش هحشيها وهقدمها جنب الشاي عادي جدا، فهقطعها بمجرد بس ما تبقى دافية شوية، مفيش اي مشكلة. هبتدي اقطع الكيك بتاعي بقى كده قطع، ونتفرج قد ايه من جوه حلو جدا وهش، وفراغاته مش واسعة قوي ولا هي مكتومة. يعني من الاخر الكيك المظبوط اللي بتاكليه بره في الكافيهات وتقولي هو ازاي حلو كده. بس كده نطلع بقى قطعة كده مع بعض، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أبهرت كل اللي دقها، كل اللي دقها انبهر بجمالها. حلوة جدا جدا جدا، تحفة. أتمنى بجد بجد تجربوا الكيكة بتاعتي النهاردة، وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. شايفة القلب من جوه، لا هو فراغاته واسعة ولا هي مكتومة، مظبوطة جدا جدا جدا، مسامها مظبوطة. ده دليل ان الكيك بتاعنا ناجح. حابة بس أنبه لحتة معينة من نجاح الكيك، مش بس درجات الحرارة والتقليب وتظبطي مقادير، لا، نوع الدقيق كمان. في انواع دقيق يا جماعه مبتبقاش حلوه ابدا، بتفرول مهما عملتي مهما عملتي. فنوع الدقيق بيفرق جدا في النتيجه النهائيه. كان زمان كل الدقيق ينفع، كله ينفع، حاليا لا. فجربوا الكيكه بتاعتنا النهارده، تعالوا بقى ندوقها مع بعض او نطلع حته كده مع بعض ونشوف الشكل النهائي. تحفه تحفه تحفه. ممكن تكسري اللون بكريز، باي فاكهه عندك، اي حاجه، تحفه. بتمنى تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم جدا. هستنى ارائكم تحت الوصفه وكومنتاتكم. بحبكم جدا، اشوفكم على خير فيديو جديد. سلام.